السلام عليكم. النهاردة اليوم 13 من عمر الكتكوت. الحمد لله خلصنا جرعة الكوكسيديا امبارح، وزي ما اتفقنا مش هنكنس لغاية اما نخلص الجرعة. النهاردة ان شاء الله هنكنس المكان، كمان هننزل بمية بيضة علشان نغسل معدتهم بعد العلاج علشان ما يكونش فيه اي بقية له. زي ما انتم شايفين معايا انا غيرت اللمبة بيضة علشان درجة الحرارة النهاردة كانت عالية. بس بالليل بشغل معاها لمبة حمراء واط 40. قلت برضك اقول لحضراتكم علشان تاخدوا بالكم من الاحتباس الحراري اللي بيجي للكتاكيت. ما نشغلش لمبة حمراء. وكمان تهوية مناسبة لهم وتفتحوا لهم مثلا شباك او باب او اي حاجة عندكم فيه تهوية علشان التيار يتجدد لهم. زي ما انتم شايفين معانا المكان عايز يتنضف. بعد الكوكسيديا اللي احنا حطيناها هننضف المكان وهنقول خلطة اعشاب كويسة جدا لهم. استنوني بس انضف وارجع تاني. دلوقتي هنحط وصفة الاعشاب مع بعض. هنحط النهاردة القرنفل صيدلية كاملة للجهاز الهضمي. ساعات وانت تفتحي الفرخ كده في الاخر بتلاقي فيه ميه صفرة. الميه الصفرة ديت القرنفل ده بيمنعها ان هي تيجي لاي كتكوت او اي فرخ معاكي. او زي ما انت شايفة بحط على كل كيلو نص معلقة. كمان هنحط كركم. الكركم فاتح للشهية جميل قوي علشان شهيتهم تتفتح وياكلوا معايا كويس، وكمان بيقتل السموم اللي في العلف. وكده يبقى وصلنا لنهاية الفيديو. لو استفدت من الفيديو معايا ما تنسيش اللايك الجميل بتاعك والاشتراك. ولو عندك اي استفسار اكتبهولي في التعليق، ولو عندك اي حاجة عايزة تضيفيها على الفيديو بتاعي قوليلي علشان نستفاد من بعض. والسلام عليكم ورحمة الله.